باخذ راي منصور اذا سمحت لي هاني. حسين رحب فيك حسين. حبيبي اليوم انتم منصور ما شاء الله مشعلين الدنيا. الله يسلمك. بتكلم على خاصيه مميزه، يمكن اليوم احنا ذكرنا الامور الفنيه في المباراه، كيف تشوف الحضور الجماهيري اليوم ومؤازره الفريقين؟ اول شيء يعطيكم العافيه، وليس غريب من قناه السعوديه الرياضيه والمسؤولين حقيقه على تغطيه هذه الفعاليات لدوره الالعاب السعوديه. اليوم حضور الجماهير في هذه البطوله نجاح كبير من جده، من كل مكان ياتون للاتحاد للاهلي، هذا دلاله على نجاح البطوله. انا صراحه اشكر جماهير هذه اللي اتت للاتحاد وللاهلي، اللي عطت دور، عطت الحماس، عطت النكهه الجميله ووضع النقاط على الحروف. جميل. انا اشوف حتى الجميع قاعد يصور بجواله ويشوف المؤازره اللي كانت من الجمهور. دائما التغطيه في السوشيال ميديا، واللي يجي يلتقط بجواله في السناب، عبر الانستغرام، عبر ايضا مواقع التواصل، العالم تشوف ان اكبر حدث اليوم على مستوى المملكه العربيه السعوديه اللي يضم اكثر من 9000 لاعب ولاعبه، وين تحصل هذا في العالم؟ اولمبياد، كاس عالم، نقول لهم تعالوا السعوديه وشوفوا هذه الروعه في الالعاب السعوديه. يمكن احنا مستمتعين يا حسين بالجمهور واللي موجود اليوم، لكن بكل تاكيد المشاهدين مستمتعين بتعليقك وتواجدك في لحظات المواجهه. اعطيهم العافيه، احنا جزء نكمل بعض، نجاحنا نجاح الجميع، وهذا يعتبر اقدم خدمه للوطن وللقناه والمحبين في السعوديه، انه احنا نعطي الجمهور والمتلقين خلف الشاشات هذه الوصفه الجميله اللي الحمد لله توفيق من الله. طيب. وزملائي المعلقين، يعني اليوم السعودية خير. سلطان تسمعني؟ سلطان حبيبي يعطيك العافية. سلطان الله يسلمك. وانا اقول حسين لا يروح، ترى حسين سلطان حسين من جماليات صراحة البطولة، يعني اضاف مع الاتحاد اهلي صراحة، قدم لنا تعليق جميل مع لازمات رائعة من الزمن الجميل صراحة. بالعكس انا راح نقول له ان شاء الله هذه الرساله هاني، يمكن هو مستعجل لانه معاه كاس شاهي ويبي يخلصه قبل ما يبرد، لكن صراحه المباراه كانت جميلة.